قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة خلال فوز المغرب 2-1 على ضيفته زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أدرار الجمعة. ومنح حكيم زياش التقدم مبكرا للمغرب من ركلة جزاء سددها بقوة بعد 6 دقائق من اللعب. وفرض فريق المدرب وليد الركراكي سيطرته على اللقاء، وكاد دياز لاعب ريال مدريد أن يسجل أولى أهدافه مع المغرب، لكن تسديدته المنخفضة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 63. لكن دياز تحلى بالفاعلية، وبعد سلسلة من التمريرات استلم صانع اللعب الكرة من زميله أشرف حكيمي وأرسل تمريرة منخفضة نحو الواعد إلياس بن صغير الذي سدد مباشرة من مدى قريب ليضاعف تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 67. وقلص البديل إدوارد شيلوفيا الفارق لزامبيا قبل 10 دقائق من النهاية بتسديدة منخفضة في الزاوية الضيقة للحارس ياسين بونو بعد انطلاقة فردية. وحاول دياز استعادة التقدم بفارق هدفين للمغرب بعد تمريرة من بن صغير، وراوغ لاعبين اثنين من زامبيا وأطلق تسديدة قوية من مدى قريب أبعدها الحارس قرب النهاية. ويلعب المغرب أمام الكونغو يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أغادير، بعدما كان من المقرر إقامة المباراة في الكونغو الديمقراطية.